الفيلم بيبدأ بمشهد لهاتش مانسيل بطل الفيلم وهو قاعد في أوضة تحقيق، باين عليه متبهدل ومضروب، بس المرة دي قاعد ومعاه كلب. 2 عملاء بيكلموه وبيسألوه انت مين؟ نرجع شوية لورا بنشوف ان هاتش رجع لحياته القديمة كقاتل مأجور، بياخد شغل من حلاق اسمه كولين سالمون عشان يسدد ديونه للروس بعد ما دمر الأوبشاك او الشركة اللي كانوا شغالين فيها. الشغل ده بقى عامل له فجوة بينه وبين مراته بيكا وولادهم برادي وسامي. هاتش معترف ان شغله مؤثر على علاقته بأسرته والعيلة بتاعته، والموضوع بقى تقيل على قلبه. في يوم هاتش بيشوف اعلان عن بلدة صيفية اسمها بلومرفيل اللي والده ديفيد كان بياخده هو واخوه هاري فيها وهم صغيرين. وبمناسبة ان الاجازة قربت، هاتش بيقنع بيكا والاولاد انهم يروحوا رحلة كعيلة. وعد بيكا انه هيبعد شغله عن الصورة وهو معاهم، حتى كلم الحلاق وطلب منه اجازة قبل ما يمسك عقد جديد. عيلة مانسيل راحوا اخدوا ديفيد من دار المسنين عشان يشاركهم الرحلة، وبعد ما الاولاد رتبوا اوضتهم، هاتش وبيكا قعدوا شوية مع بعض في اوضتهم وظبطوا الدنيا مع بعض. بعدها حاولوا يروحوا للملاهي المائية كعائلة مع بعض، لكن اتقال لهم انها مقفولة بسبب الحادث. ادوهم بدلها كوبونات للهوت دوغ، فهاتش اخدهم على مطعم قريب يتغدوا فيه، وهناك لفتوا انتباه شريف البلدة أبيل، وده بسبب ان هاتش كان سرحان بذكرياته مع ديفيد وهاري في المكان ده. العيلة بعد كده راحوا الأركيد بعد ما أخدوا تذاكر مجانية هناك. جو حاول يفتح كلام مع برادي اللي عنده كدمة في عينه، وكانوا مفكرين إنها من ماتش كورة، لكن الحقيقة إنها من خناقة. وبرادي ادى شوية تذاكر لبنات كانوا بيبصوا له، وبعدها استخدم تذاكر تانية عشان يجيب جايزة لسامي. واحد من العيال اسمه ماكس وهو صاحب واحدة من البنات بدأ يستفز برادي وقطع جايزة سامي نصين. برادي رد بلكمة في وش ماكس ولف دراعه. هاتش اتدخل، وكمان موظفين الأركيد قم واضطروا يطردوهم، لكن وهم ماشيين سامي حاولت تاخد لعبتها وموظف خبطها على ايدها. هاتش في الأول حاول يعديها عشان خاطر بيكا، لكن رجع في لحظة وانفجر وضرب الموظف، ومعاه كمان واحد من زمايله وواحد تاني حاول يبان بطل. بعدها هاتش وبرادي لقوا نفسهم في قسم الشرطة، وهناك أبيل شريف البلدة مستعد يضغط على هاتش. وقتها قابل وايت مارتن والد ماكس وصاحب ملاهي بلومرفيل. الراجل كان متعصب من هاتش عشان برادي بوظ دراع ماكس اللي بيرمي بيه. وايت أمر هاتش وعيلته يسيبوا المدينة. هاتش وافق، لكن أبيل أمر رجالته يخلصوا منه. تاني يوم هاتش أخذ العيلة يركبوا مركب البط، لكن لاحظ شوية من رجالة أبيل متابعينه. ساب بيكا وديفيد والعيال يركبوا مركب لوحدهم، وهو ركب مركب تاني عشان الرجالة يروحوا وراه، وحاول يهديهم لكن هم هجموه. هنا بان هاتش مش مجرد سائح عادي، اترمى من المركب لكنه طلع تاني وكمل يديهم علقة. الراجل الكبير فيهم كلم أبيل وهو متشال على نقالة واسنانه مكسورة، وقال له ان هاتش فلت منهم. هاتش بعدها كلم هاري يجي يساعده، وبعدين اتصل بالحلاق اللي قال له ان بلومرفيل طول عمرها مخبأ لتجارة المخدرات والتهريب، واللي ماسكة على العملية ست سايكوباتية اسمها ليندينا ظهرت وهي في كازينو قاعدة على طاولة بوكر، ولما عرفت ان الراجل اللي قدامها بيغش قتلته هو والديلر وكل شاهد موجود. الحلاق حذر هاتش ما يغضبهاش. اتضح ان وايت شغال مع ليندينا من بعد ما قتلت ابوه وغصبته يسدد ديونه. وايت كان عايز يخرج لكن هي ماسكة عليه كل حاجة. بعد ما قفل معاها، ليندينا كلمت أبيل اللي برضه بيشتغل معاها وبيخون وايت، أمرته يسيطر على وايت ياخد حاجة أو حد غالي عليه. أبيل خاطف ماكس واحتجزه. هاتش لقى مخزن بيتجمع فيه أبيل ورجالته، ومعاهم كومة فلوس كبيرة مخصصة لليندينا. هاتش رش بنزين على الفلوس وهدد يولع فيها لو أبيل ما بعدش عن عيلته. أبيل استسلم، لكن هو ماشي لاحظ إن ماكس بيتخطف. رجع بسرعة وبدأ يفتك برجالة أبيل واحد ورا التاني. واحد حاول يقتله بمنشار كهرباء، لكن هاتش قلب الطاولة وغرز وشه في النصل. وبعد ما خلص عليهم كلهم ما عدا أبيل، حرر ماكس وضرب نور وخلى الشرر يولع فيه الفلوس والكيماويات. أبيل جري قبل ما المخزن ينفجر، لكن كل حاجة جوه اتمسحت. هاتش خرج بماكس. ليندينا عرفت إن كل ممتلكاتها راحت، ورجالتها وروها صور مراقبة لهاتش وعيلته في بلومرفيل. أبيل اللي لسه عايش بس محروق كلم ليندينا يطلب منها تجمع رجالة أكتر ضد هاتش. وقتها أعلنت الحرب رسميا على عائلة مانسيل. هاتش خلى ديفيد ياخد بيكا والأولاد على نزل قريب عشان يحميهم، وجاب ماكس معاهم كمان. العلاقة بينه وبين برادي صارت أحسن. قبل ما يسيبهم اعترف لبيكا إنه نقض وعده وقال لها تبعد عنه
عشان سلامتها. هاتش راح لوايت اللي كان سكران ومجنون عشان ماكس اختفى. حاول يهجم على هاتش، لكن بعد ما عرف ان ماكس بخير هدي. وايت شرح علاقته بليندينا وازاي بيكرهها، وراها ترسانة سلاح كان ابوه مجهزها عشان يقاومها قبل ما تقتله. بدأوا يجهزوا ملاهي بلومرفيل كلها بالفخاخ في انتظار ليندينا، ومعهم ديفيد وهاري. في الناحية التانية بيكا طلبت من برادي يبقى مسؤول عن اخواته، وقالت انها خارجة تتمشى واخدت معها بندقية. ليندينا ورجالتها وصلوا الملاهي معها كارتوش اللي اخد مسلحين للهجوم على النزل. ابيل دلها على هاتش ووايت، لكن اول ما خلصت منه أمرت بقتله عشان بغلبها. الخناقة بدأت وكل فخ في الملاهي انفجر واحد ورا التاني. ألغام في بركة الكور، قنابل متأرجحة، وكل بلطجي كان بيتفجر مكانه. في النزل برادي حاول يصد واحد من الأعداء، بينما ماكس خبى سامي. هاري دخل بالسيف بتاعه قطع الأشرار، ودخل في مواجهة مع كارتوش بعد معركة قصيرة وقطع راسه. رجالة ليندينا وقعوا كلهم تقريبا، لكن هاتش وديفيد ووايت اتهزموا واتربطوا. ليندينا كانت هتعدم هاتش، لكن وايت قتل واحد من حراسها واللي معاه فعل وتلته هو كمان. ليندينا حاولت تقتل هاتش بنفسها، لكن بيكا ظهرت بالبنادق وضربت ليندينا في صدرها وعينها بسهم مهدئ. آخر موجة من المسلحين دخلوا، لكن ديفيد قام وفجر آخر شحنة متفجرات. هاتش وبيكا غطسوا في حمام السباحة والمكان كله ولع. ليندينا ابتسمت ابتسامة خفيفة قبل ما هي ورجالتها يتفحموا. في الآخر هاتش وبيكا تشافوا تاني في أوضة التحقيق مع الكلب اللي اتنقذ من الملاهي. العملاء جالهم اتصال من رئيسهم وأجبروا يسيبوا عيلة منسيل ويمشوا. العيلة رجعت بيتها وقعدوا يتفرجوا على سلايد شو صور من الرحلة، ومعهم حبيبة برادي. الصور شملت لقطات للعيلة وهما مبسوطين، وكمان صور لوايت وماكس بعد ما بقوا أصحاب معهم. هاتش قاعد يبتسم وهو أخيرا لاقي وقت هادي مع أسرته يقعد معهم ويزود علاقته معهم أكتر. وبس ده كانت الفيلم بتاع النهاردة. متنساش اللايك والاشتراك وتقولي رأيك في التعليقات. سلام.